بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تعالوا يا حبايبي يا حلوين نعمل الفيديو الجميل ده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. خلطة رهيبة كده وعجيبة، والفراخ تطلع مشوية حاجة اللهم بارك. وبصي ولا دهون ولا أي حاجة، كده حاجة جميلة. تعالي شوفوا مكوناتنا ايه. الله أكبر، حاجة جميلة. بصي يا ست الحلوة، الفرخة دي غسلتها، معايا فرخة وورك كده زيادة عليها، غسلتها ونضفتها ونقعتها بالدقيق ونقعتها في الخل شوية، خليتها زي القشطة. معايا ملح وورق لوري ونص معلقة سكر، كمون وكزبرة وبابريكا وفلفل اسود، ومعانا اللهم بارك فلفل الوان وكرات وفصين توم، ودي فاصوليا خضرة معلقتين، مش حاجة كتيرة يعني. ودي اهي الفرخة. بصي بعد ما نقعتها وخليتها زي القشطة، بصي بقت عاملة ازاي، حاجة كده جميلة. النقع خلاها لذيذة. هنا ديت معلقة صلصة بسيطة، لان انا مش عايزاها دسمة، انا عايزاها روحها حلوة كده. معايا بصلتين مبشرين وبطاطساية متقطعة حلقات. تعالي بقى اوريكي الخلطة السريعة دي، كله كده سريع سريع، ني في ني وبسيط وحاجة جميلة. طريقة السوا تعجبك في اقل من دقايق. هنحط بس معلقتين زيت صغيرين كده. الازازة انا مش فاتحاها، انا عاملة فيها خرم صغنن كده عشان البلاستيكية مرضيش تطلع، عشان تبقي عارفة. فنقطة صغيرة ونقطة معلقة خل، وننزل بكل المكونات اللي قدامك دي. شوفي الاول كمون وكزبرة، بعد كده ملح وسكر والورق اللوري، فلفل اسود والبابريكا، الفلفل الالوان والكرات والثوم. ده انا كنت شايلاه في الفريزر علشان كده عامل كده. معانا الفاصوليا برضو متخزنه في الفريزر. بس اللهم بارك، جميله جدا، طعمها كان روعه، حاجه زي العسل كده. بصي عامله ازاي، ما شاء الله. تابعي معايا التتبيله دي هتعجبك جدا جدا. لو كنت وصلت بالفيديو لحد هنا بالصلاه على النبي دعميني بلايك، كومنت حلو، ودعوه لذيذه زيك كده ان شاء الله تعالى تبقى من حدك ونصيبك، الاجر ليا وليك ان شاء الله. بصي كده، يعني حاجه سريعه جدا وفي نفس الوقت لذيذه لذيذه، وما خدتش سوا على طول. حطيناها في الرف في النص، ولعنا الفرن الاول سخن جامد، وقمنا مدخلين فيها بقى ما شاء الله الصينيه. دخلنا التتبيله في كل مكان كده. هننزل بالبصل بقى والبطاطس والصلصه، كل حاجه مره واحده، هتطلع معاكي زي العسل. بصي قلبيها بقى في التتبيله كده، وقوم نازله بالطماطم. يا سلام يا سلام، الريحه كانت خطيره. كان جاي لي بقى ايه حد كده، الله اكبر. طلع ما شاء الله الاكل جميل، حاجه جميله وسريعه في نفس الوقت. فكره جديده هتعجبك، جربيها بالطريقه دي، صدقيني انا واثقه ان انتي هتدعيلي. الثقه في الله وحده انك انتي هتدعيلي. قلبيها كويس كده عشان ايه، الفرخه تتشرب من كل حاجه كده. انا ايه اللهم بارك، عملت ايه، عملتها بسرعه بسرعه وحطيتها في الفرن على بال ما عملت الرز وشويه فاصوليا جنبيها ومعلقتين ملوخيه، كانت خلصت ما خدتش سوا، وسريع سريع خلصت الاكل. كان جاي لنا ضيف كده اللهم بارك، الحمد لله عدت بسلام. والسفرة ولا الطبلية، ولا شوفي حضرتك بتاكلي على ايه، مفيش احسن من الطبلية، جلابة الخير ان شاء الله. وفي ثانية جهزنا طبليتنا وكلنا بالهنا والشفا. وايه، ودي هدية مني ليكي يلي عملتيلي اللايك. هتعجبك تتبيلتي باذن الله، جربيها. مفيهاش دسم كتير، هي معلقة زيت، معلقة زيت ذرة، معلقة زيت ذرة، مش هتبقى ايه دسمة، هتبقى حلوة معاكي.
ده عشان بس ايه اللي عاملين رجيم حلو اهو ما شاء الله. بس قرن الفلفل ده انشوى، بمعنى كلمة انشوى، بيطلع في الاخر جميل جدا. عجب الراجل اللي كان موجود، خده من على الصينية الاول، قال لي ده اهم حاجة في الاكلة. بصي شفت لما طلع عاملة ازاي في الرف اللي في النص، بصي سواها الله اكبر، حاجة كده كانت روعة. شوفي خضار الملوخية وجمالها، الفاصوليا طالعة عاملة زي الكريم كراميل. صدقيني كانت الوجبة تحفة تحفة. رز مفلفل. انا ما عملتش معاكي الملوخية والفاصوليا عشان سبق وعملتهم معاكي. لايك وشير وتفعلي الجرس وتشتركي لي في القناة وتوحدي الله، تكتبي لي كومنت حلو كده، اللهم بارك. يعني ايه حاجة كده، ربنا ينجح اولادنا واولاد المسلمين جميعا. احنا في ايام امتحانات، عندي النهاردة تانية سنة وخلصت امتحانات، ادعي لها دعوة حلوة كده. وايه، وعندي تالتة اعدادي لسه شغالة. تعالوا بصي طريقة السوا، بصي سواها حاجة جميلة جميلة. ربنا يا رب ينجح اولادنا جميعا وما يضيعش تعبهم ابدا، ويدي لكل واحد على قد تعبه يا رب ومجهود اهله، لان اهله اكتر حد تعب. بصي بقى الجمال، الجمال مش هين عليا اقطعها، حاجه كده لذيذه. بصي عامله ازاي، والله في الاخر قلت لهم دي مش طالعه بره، انا اللي هاكلها وبالهنا والشفا على قلبي. طلع طعمها روعه. بصي بياضها بقى اما نقعتها في الدقيق، شفت قلبها من جوه عسل. لايك وشير وكومنت حلو كده علشان نستودعك في الله كده بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.